بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان ذهول بين الإسرائيليين بسبب قصة حماس والكلبة الإسرائيلية. الكلبة أيضا أصبح لها جنسية يعني. فتعالوا نبدأ حضراتكم من صحيفة إدعوت أحرنوت. كما تشاهدون في فتاة إسرائيلية جرى الإفراج عنها خلال الساعات الماضية وفي حضنها كلبة. فالأمر أثار اهتمام الإسرائيليين جدا وقالوا ما هذا الموضوع. فهنا كما تشاهدون في صحيفة إدعوت أحرنوت هذا هو الغلاف الرئيسي لها، وهنا الترجمة أنه الفتاة مايا وكلبتها بيلا اللي هي هذه الكلبة يعني عاد إلى البيت، وأنه لمدة 53 يوما تمكنت الفتاة مايا ليمبيرغ من الإبقاء على كلبتها المحبوبة ليا واللمية في أسر حماس، وتم تحريرها مع الغزة مع 9 نساء آخرين. هنا نشط إسرائيلي اسمه تال شوير يقول: عملية إطلاق مايا ليمبيرغ أو سراحها مع كلبتها بيلا التي اختطفت معها، وعمل علامات اندهاش أن الكلبة يعني بقيت في الأنفاق 53 يوم سليمة وكلام من هذا القبيل. وبعدين قالوا أن الفتاة الإسرائيلية أخذت الكلبة معها إلى الأنفاق، وبعدين لما جرى الإفراج عنها جرى الإفراج عن الكلبة أيضا، أو الكلبة ظلت معها أصلا. هنا حضراتكم في القناة 12 الإسرائيلية قالت: لقد بحثوا عن الكلبة لمدة 53 يوما اللي هي أسرة الفتاة. الليلة اتضح أنها اختطفت مع الفتاة مايا. قصة الكلبة بيلا المقال كاملا. طبعا لو لاحظتم هذا مقاتل من حماس وضع رباط أخضر، وهو هذه الفتاة كانت مع الجهاد الإسلامي. فاللي حصل انه بتاع حماس يعني لما شاف الكلبه فقال لها: ايه الكلبه دي؟ من اين جاءت الكلبه؟ فهو حتى بيشار للكلبه، فهي ردت وقالت له: الكلبه دي هذه كلبتي، يعني شوفها هي عامله بايديها، هذه كلبتي يعني. فغريب جدا. فهنا حضراتكم في القناه 12 الاسرائيليه كتبوا يقولون: في الاسابيع القليله الماضيه بذل افراد عائله ليمبيرغ عائله الفتاه يعني جهودا كثيره جدا لتحديد مكان الكلبه بيلا، حتى أنهم كانوا يخشون أنه سيتم التخلي عنها عن طريق الخطأ، يعني هتروح في أي مكان ولا هتموت ولا كده. ونشروا مناشدة على الفيسبوك، وطلب موشيه والد العائلة أو يعني كبير العائلة المساعدة في البحث عن الكلب المحبوب، وكتب: أريد الكلبة بيلا، وإن لما ابنته مايا ترجع تجد في انتظارها الكلبة بيلا. وطلب أفراد الأسرة نشر صور الكلبة حتى يتم تحديد مكانها. أما الدكتور رافي كيشون ده إسرائيلي طبيب كلاب أو طبيب بيطري يعني، فقال: نشرنا في عيادتي البيطرية تفاصيل الكلب عن الكلبة بيلا التي اختفت في كيبوتس نير خلال مجزرة يوم 7 أكتوبر. وصاحب الكلب قال إنه تم اختطاف ابنته مايا وكذلك أمها غبريلة إلى غزة، بينما كان الأب في مدينة القدس، فلذلك لم يتم أسره يعني. فحاول الجميع مساعدة الأب في العثور على الكلبة، كلبة العائلة المحبوبة، لكن لم يحثروا على شيء حتى ظهرت الكلبة. هنا حضراتكم بعد عملوا رسم للكلبة كما تشاهدون. هنا في واحد إسرائيلي اسمه غادي إلكسندروفيتش، واضح أنه أصله روسي يعني، فقال: لا يمكننا الاسترخاء بسبب هذه الصورة، الفتاة لاميا ليمبيرغ مع الكلبة بيلا. هذه فترة رهيبة تلد أبطالا مذهلين، وصور مذهلة بنفس القدر. واستغرب جدا من الكلبة كما تشاهدون. طبعا لو دققتم هذا مقاتل من الجهاد الإسلامي، وذلك ولا ينظر للكلبة لأن هي الكلبة كانت عندهم في النفق بتاعهم، لكن مقاتل حماس عينيه موجهة للفتاة وللكلبة، وهي الكلبة من أين جاءت والكلام من هذا القبيل يعني. هنا إسرائيلي آخر كتب يقول: لابد أن مايا الفتاة مايا والكلبة بيلا ظل مع بعضهما البعض في هذا الأسر الطويل. كم هذا مثير ومدهش رؤيتهما يخرجان معا، وقريبا يجري الإفراج عن الكل. هنا واحد إسرائيلي اسمه تال جلبور يقول: كم هو مثير تم إطلاق سراح الفتاة مايا مع كلبتها بيلا. لقد بحثنا بلا نهاية عن هذه الكلبة وسط بحر من المشاركات، يعني قعدوا ينشروا في وسائل الإعلام، وفي النهاية تبين أنها اختطفت مع بيلا، مع الفتاة بيلا. أما الإسرائيلية نوريت يوحنان فكتبت تقول: فهمت أن الجهاد الإسلامي اللي هو تنظيم الجهاد الإسلامي طلب حقا لحظة مجد، يعني أنه يتصور أمام الإعلام كما تشاهدون
هنا هو أمام الإعلام بتصوره يعني إنه مثل حماس يعني. فأعطينا له هذا يعني خلاص نجحوا وتصوروا أمام الإعلام. وحدث عناق بين سرايا القدس وبين سرايا أو كتائب عز الدين القسام، وهذا ليس شيئا اعتقدت أنني سأفعله. والشيء الأكثر إدهاشا هو الفتاة مايا لينبرج تقول لإرهابي حماس اللي هو المقاتل بتاع حماس اللي هو هذا أنني أحمل الكلب، فيوافقون. لأن هو كان بيقول لها وقت لما نزلت من العربية أنت جبت الكلب منين؟ أو الكلبة دي إيه حكايتها يعني؟ لأنه بتاع حماس ما يعرفوش. فهي قالت لهم ده كلبتي. فالمقاتل بتاع الجهاد الإسلامي قال لهم دي كانت فعلا كلبتها وكانت جايباها معاها يعني. هنا إسرائيلية اسمها شاي سيجال كتبت الفتاة مايا والكلبة بيلا، والبعض عمل رسم ان هي جابت الكلبة بيلا معاها يعني. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب الكشوف الجغرافية. كما تعلمون شركة الهند البريطانية، الأسبان، البرتغاليين، البلجيكيين، الهولنديين، وعملية استعمار العالم القديم، أوروبا لما استعمرت العالم وحتى العالم الجديد. فهنا الكتاب تأليف الدكتور محمود شاكر المؤرخ الإسلامي الكبير، فأرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، رابط قناتي على التليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوا الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.